حدثنا عربي فوبيا المهووس بالتكنولوجيا قال: لقد عملت عملية تجميل خطيرة، شلت فيها دماغي الكبيرة وزرعت مكانها تابلت، وعدى عليا بلدوزر وسفلت، وأصبحت حياتي كلها سوشيال لوبيا، بابا فيسبوك وماما تويتر وخالتي يوتيوبيا، وانعزلت عن العالم وخدت جنب، وبقيت لا اسمع لمن هب ولا دب، ولو قامت الحرب العالمية الثالثة بقيادة هولاكو لهفتكر ان ابويا بيهرش لاخويا في دراعه. ودخلت جوه نفسي وخدت لفة ومشيت في شوارع التكنولوجيا الهفة، فقابلت الآنسة أسيل المزة أم دم تقيل، وقالت: بابا فتح لي محل لحمة في التيك توك عشان اتعرى فيه براحتي واعك واجيب صحبات الزبالة ونقول كلام آخر سفالة، وحياة مقام سيدي الانستا لاصطاد رجالة واعمل لستة. وشفت أكبر خناقة واترفعت سنج الفيس الفطاقة، وبقينا فرجة لطلبات الصداقة، فشمرت الست فتكات فانتفضوا كل الرجاله والستات، وقالت: ازاي ما حدش يشير لي البوست مع اني ياما حضنته بوست. فقالت صديقتها: وانا كمان والله ورقصت. فقال سيد فشه: انا عملت لك ايموشن بيلطم على وشه. ودخلت في الزيطه العيله العبيطه، وقال بابا رفاعي: ما حدش بيقبل الادب بتاعي، الدنيا دي مش فير ومش دايما بلايك ولا شير. فقالت زوجته: ما انت اللي دخلت النت في الوقت الضايع يا عيل يا صايع، وعايز تتعرف على حريم. فقال الابن: بابا ده لئيم، عايز جنازه يشبع فيها ايس كريم ويدفن ماما ويقفل الجيم. حتى جده رجع نونو واق وسمى نفسه على الفيسبوك لولو، وبقى يتشات ويلوكلوك، المجرم بقى يعمل بلوك. فقالت زوجته: بيطلب مني حاجات غريبه بكتره، ده نزلنا اشتري له باكوشاي كليوباترا، خلى البياع يضحك عليا فتره. اوقفني شاب بهطل ووضيع وقال لي: عايز اروح طريق الشهرة السريع. فقلت له: زمن المواصلات زقند، احسن لك تركب ترند اكنك راكب حمار ورايح الهند، وتبقى المشهور ابو رياله اللي ملوش اي لازمه وعاله. وخدت جوله في مصانع الكذب والتضليل لصاحبها حماده بقليل، وموظفين بفلن حمالات قاعدين بيطبخوا في حله اشاعات لتوزيعها على الواتس وخلافه، ويخرج حماده ولا حد شافه، فيقول الشيطان: متصل الآن. فقام رجل في عصر البجاحة من وسع عينه تحط مكانها تفاحة، وبقى يتشقلط وينم والحق عنده بقى سم. فقالت ابنته: بابا ماله، ده كان بيكسف من خياله، ده بقى كأنه عفريت من الأسياد. فقال الشيطان: يا نهار اسود يا ولاد، اروح اشتكيكوا في اسم الجنيات، عمالين تلزقوا فينا كل الحاجات. وبدأت مطرة مراسلات على السناب شات، وقال ميحا السفروت صاحب نظرية الحب من أول شلوت: ازاي توقع بيت على الانترنت؟ فكنا لو اتفضل يا زفت هتبدأ تنزل بوستات وكلام حلو بالساعات، وهتطلب منها شوية صور لزوم التهديدات، البت هتدف في الحب ونبعه وهترقص على أغنية الحب ربعه، لأن الحاجات الحلوة ما بقتش كاملة يا سبعه. فجاء المخرج علي حرنكش اللي بيحب يضرب دماغه في الكلاكيت ويفركش، وقال: فرمط نفسك يا عربي وابدع واصنع بالعربي، وبعد كام تهنيجة فرمط 200 جيجا. وقال عربي: أنا جاهز للعلم والحلم. فقال المخرج: فركش. بدأ الفيلم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.